عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك أصفى الأصفياء. السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك يا رب السماء. السلام عليك يا رب السماء. السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك زين
السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقلت فيا السلام عليك يا مسكي وطفي السلام عليك يا ماحي الذنوب السلام عليك يا عون الغاربين السلام عليك أحمد يا محمد السلام عليك أحمد يا محمد السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقلت فيا السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل في الغمامة السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل في الغمامة السلام على المتوج بالكرامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقلت فيا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فيض المنة ما جرت به في أقدار القسمة صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعالت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه فتأطرت بوجودها كناف الوجود وبرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم
أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تقراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه. يتشرف بوجود الثقلان وتنتصر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه. قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى صلى الله عليه. فيما اجتلته بشرا كاملا يسير الضلال صلى الله عليه. قد رعت رفعة في شؤونه وكمالا صلى الله عليه. الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويحار في تعكل معانيه الجنان صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تربي اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. صلى الله عليه. في الصدور من الإيمان قواعده وتلو على اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد. صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله. صلى الله عليه. أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله من الأمة بشرا كثيرا. صلى الله عليه. مدرج المستبصرين سراجا وقمرا منيرا. صلى الله عليه. أعظم من منة تكرم الله بها على البشر ولا أوسع من نعمة انتصر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية. صلى الله عليه. وبعث فيها في خلة الكمال
وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وكمل عليه غاية الكمال صلى الله عليه صلاة يتسجاره المصلي عليه به وينبس في قلب نور سر تعلقه به وهبه صلى الله عليه وينتبه بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه صلى الله عليه ويهدي أشرف الأصل بوده وهبه ما أطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وصحبه. أما بعد فلما تألقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والميرنة الغامرة فانبلغت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاوي لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من سلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف في موطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه فكان مستقره في الأصناب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في علم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه ونورا حير الأفكار الزور وبار فتعلقت همة الراكم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه وإن كانت الألسن لن تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف صلى الله عليه للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه إلا فأن تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حبته من أشرف المخلوق صلى الله عليه أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين صلى الله عليه التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى السماء وصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع آمين
ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافي آمين ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه الله 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيب بنايا كرام يميل كميل القصيب الرطيب وتهتز من شوقه والغرام الله 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله سكنتم فؤادي ورب العباد وأنتم منائي وأقصى المراد فهل تسعدوني بصفو الوداد وهل تمنحوني شريف المقام الله 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله عسى الله أن يشفي إليك الصدور بوصل الحبائب وفك القيود عسى الله يشفي غليل الصدور بوصل الحبائب وفك القيود فربي رحيم كريم ودود يجود على من يشاء بالمرام الله
رسول الله أموت وأحيا على حبكم وذلي لديكم وعزي بكم وراحة روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم دوام الله 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 لا إله إلا الله الله محمد رسول الله أنا عبدكم يا أهيل الوفاء وفي قربكم مرهمي وشفاء فلا تسكموني بطول الجفا ومنوا بوصد ولو في المنام الله 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن يخط ما حركت فيه الأنامل صلى الله مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائله التي هي أحسن الشمائل صلى الله وهنا عليه حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماع والأبصار صلى الله بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة صلى الله عليه فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم صلى الله ومنه عليه تفرع الوجود خلق بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه الله عليه وسلم من نور صلى الله عليه وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد اعتدت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا صلى الله عليه. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أصلا وبطون من شرفته من العالمين صلى الله عليه. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصت بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه سلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه. فضلت وشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وصولها صلى الله عليه. برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا صلى الله عليه. ولا تشكو من ولا من ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى علم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ومن ذلك في هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يسمي ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه. بدور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزها متشوقة إلى التقاط جواهر كنوز صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة صلى الله عليه بجمال البشارة. وما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولما تجرت السماوات متضمحة بذر الفرح بملاقاة أشرف البريات صلى الله عليه من عالم الخفاء إلى عالم الدهور بعد تنكله في البطون والظهور صلى الله عليه. وذر الله في الوجود مجد التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب عليه السماوات والأرض ومن فيهن بترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج والسنة الملائكة بالتبشير للعالمين نتاج سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت قناع هذا المستور صلى الله عليه كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة صلى الله عليه الأمة يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه وضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فات الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود صلى الله عليه فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد مولانا محمد الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس يا رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك فاقربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرت واستضيئوا بجمال يا رسول الله فابقى في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفقر المهبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يحسره العاد إذا حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صل على محمد صل عليه الله أهلا مرحبا
مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين اللهم صل على محمد سبيلي مرحبا مرحبا كيبين سعد ونور شاد الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاه مرحبا مرحبا بجوار خير ما قعد الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد الله الله وسلام المستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما ندم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية وجوده توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب أملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في توجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ضافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتشاها منه الفيوضات الهامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي
عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيد سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الآب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواتن القرب ومدهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في هدرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهدك من الحافظين اللهم إن لنا أدماء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفئين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره ودمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك أجمعين واختم لنا منك بخير أجمعين
واختم لنا منك بخير وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نختم هذا الدعاء المولد الدرر في هذا المجلس بسر الفاتحة.